السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده هنتكلم على بكتيريا سيل ستراكشر. إيه الستراكشر بتاع البكتيريا سيل؟ أول حاجة عندنا البكتيريا. البكتيريا عبارة عن إيه؟ البكتيريا عبارة عن بروكاريوتس. طب يعني إيه بروكاريوتس؟ بروكاريوتس عندنا بتتكون من مقطعين، برو أند كاريوتس. برو معناها بيفور، كاريوتس معناها نيوكلس، يعني before the nucleus، يعني cell without nucleus. دي معنى كلمة إيه؟ بروكاريوتس. يبقى البروكاريوتس عندنا مكون من مقطعين، برو معناها before، كاريوتس معناها نيوكليس، يعني cells without nucleus. before the nucleus يعني cells without nucleus. دي ايه؟ دي البكتيريا. طب ايه بقى خصائص عندنا البكتيريا سيل؟ احنا النهارده هنتكلم على بكتيريا سيل ستراكشر. اول حاجه هنتكلم عليها characteristics of bacteria cell، خصائص البكتيريا سيل. اول حاجه عندنا ان هي عباره عن cell without true nucleus. البكتيريا سيل هي عباره عن خليه ما عندهاش true nucleus. طب الجيناتيك ماتيريال بتاعتها، الجيناتيك ماتيريال هي عباره عن circular double strand DNA، بيبقى فري في السيتوبلازم في منطقه بنسميها نيوكلايد. يبقى اول حاجه عندنا من خصائص البكتيريا سيل انها سيل ما عندهاش ترو نيوكليس. دي كده اول حاجه عندنا. يبقى characteristics of bacteria cell، cell without true nucleus، ما عندهاش ترو نيوكليس. طيب الدي ان اي بتاعها، الجيناتيك ماتيريال عباره عن ايه؟ عباره عن سيركلر دبل ستراند دي ان اي، بيبقى موجود فين؟ بيبقى فري في السيتوبلازم في منطقه بنسميها نيوكلايد. دي كده بالنسبه لتاني حاجه. طب تالت خاصيه عندنا، تالت خاصيه عندنا هو ان البكتيريا سيل ما عندهاش ميمبرين باوند اورجانيلا. يعني ايه؟ البكتيريا سيل الاستراكشر بتاعها بسيط جدا، ولا عندها ميتوكوندريا، ولا عندها جولجي باديز، ولا عندها اندوبلازميك ريتيكوليوم. ما عندهاش الاستراكشرز دول، هي بس استراكشر بسيط جدا، الحاجات الاساسيه لنمو البكتيريا سيل. يبقى تالت حاجه عندنا هي absent of membrane bound organella. زي ايه؟ زي الميتوكوندريا، زي الجولجي باديز. دي ايه؟ دي البكتيريا سيل. طب رابع حاجه عندنا سايز. السيل سايز بتاع البكتيريا سيل بيبقى فيري سمول سايز، بيبقى من كام لكام؟ بيبقى من 0.1 ل 5 مايكرومتر. ده رابع خاصيه عندنا، هو السيل سايز بتاعها بيبقى صغير جدا من 0.1 الى 5 مايكرومتر. طب خامس حاجه عندنا، خامس حاجه عندنا السيل وول. البكتيريا عندها سيل وول، ولكن الاستراكشر بتاع السيل وول مختلف عن الموجود في النباتات. الاستراكشر بتاع السيل وول عباره عن ايه؟ عباره عن بيبتيدوجلايكان. يبقى السيل وول عندنا في البكتيريا سيل بيتكون من حاجه اسمها ايه؟ بيبتيدوجلايكان. طب اخر حاجه عندنا الرايبوزومز. الرايبوزومز في البكتيريا سيل بيبقى 70 اس رايبوزوم، مش زي الايوكاريتس. الايوكاريتس اللي هو احنا الرايبوزوم بتاعنا بيبقى عباره عن 80 اس، بينما في البكتيريا 70 اس رايبوزوم. 70 اس. اللارج رايبوزومال سب يونت بتبقى 50 اس، والسمول رايبوزومال سب يونت بيبقى 30 اس. ده كده بالنسبه ايه؟ لكاركترستكس اوف بكتيريا سيل. يبقى اول خاصيه عندنا ان البكتيريا سيل هي سيل ما عندهاش تور نيوكليس. الدي ان اي بتاعها اللي هو السيركلر دي ان اي بيبقى فري في السيتوبلازم في منطقه بنسميها نيوكلايد. طب تالت حاجه عندنا البكتيريا سيل الاستراكشر بتاعها بسيط، ما عندهاش ممبرين باوند اورجانيلا، ما عندهاش ميتوكوندريا، ما عندهاش جولجي باديز، ما عندهاش اندوبلازميك ريتيكوليوم، ما عندهاش كلوروبلاست. هي الاستراكشر بتاعها بسيط، بريماتيف ستراكشر. طب السيل سايز، السيل سايز بتاعها بسيط جدا من 0.1 ل 5 مايكرومتر. طيب السيل وول، السيل وول مختلف، مش زي اللي موجود في النباتات. السيل وول هنا بيتكون من حاجه اسمها بيبتيدوجلايكان. طيب الرايبوزوم، الرايبوزوم في البكتيريا سيل بيبقى 70 اس، عباره عن اللارج ريبوزوم سب بتبقى 50 اس، والسمول ريبوزوم سب بتبقى 30 اس. ده كده بالنسبه لخصائص البكتيريا سيل. طب ايه بقى الجنرال ستراكشر اوف بكتيريا سيل؟ ده عندنا الجنرال ستراكشر. هنبدا اول حاجه عندنا من الحاجات الخارجيه. اول حاجه عندنا بنلاحظها ده اسمه ايه؟ ده بنسميه الفلاجيلا. طب ايه هي الفلاجيلا؟ الفلاجيلا دي عندنا بنسمي الفانكشن بتاعتها او الدور اللي بتقوم بيه في الاستراكشر ده كله انها فورم موتيليتي، انها بتخلي البكتيريا، يعني انا عن طريق الفلاجيلا بقدر ارسم البكتيريا موتايل ولا موتايل. موتايل بكتيريا اللي هي البكتيريا اللي لديها القدره على التحرك، دي بيبقى عندها ايه؟ بيبقى عندها الفلاجيلا. ليه؟ لان الفلاجيلا الفانكشن بتاعتها فور موتيليتي، بتخلي البكتيريا تتحرك. طيب البكتيريا اللي ما عندهاش فلاجيلا بنسميها اموتايل بكتيريا. اموتايل يعني دي بكتيريا ما عندهاش الفلاجيلا. تمام؟ ده كده بالنسبه لاول حاجه عندنا. يبقى اول ستراكشر عندنا هو الفلاجيلا. بالمناسبه احنا بنتكلم على الجنرال ستراكشر، كل ده يبقى في محاضره لوحده. يعني الفلاجيلا في محاضره لوحدها، السيل وول في محاضره لوحده.
دلوقتي احنا بنتكلم على الجينر ستراكشر بتاع البكتيريا سيل. يبقى اول حاجه بتواجهنا عندنا الفلاجيلا. ايه دول الفلاجيلا؟ الفلاجيلا فور موتيليتي، وبقدر اقول البكتيريا دي موتايل ولا ايموتايل according to ايه؟ the presence of flagella. لو في فلاجيلا اقول البكتيريا دي موتايل بكتيريا. طب لو مفيش فلاجيلا بقول عليها ايموتايل. طيب تاني حاجه عندنا الغلاف الخارجي اللي هو بنسميه السيل وول. طيب ايه الفانكشن بتاعت السيل وول؟ بروتكشن، بيحمي خلايا البكتيريا. طيب وليه دور مهم تاني؟ انا عن طريق السيل وول بقدر اقسم البكتيريا لنوعين. بقدر اقول عندي جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا عن طريق ايه؟ عن طريق السيل وول. يبقى عن طريق السيل وول انا بقدر اعمل ديفرنشيت للبكتيريا سيل، بقدر اقسم البكتيريا سيل الى جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا عن طريق ايه؟ عن طريق السيل وول. طب ايه الاستراكشر بتاعه؟ الاستراكشر بتاعه بيتكون من حاجه اسمها بيبتيدوكلايكان، وان شاء الله في المحاضره الجايه هنشرح السيل وول بالتفصيل. يبقى تاني حاجه عندنا بتواجهنا في الاستراكشر بتاع البكتيريا سيل هو السيل وول. عباره عن ايه؟ السيل وول قلنا بيتكون من حاجه اسمها بيبتيدوكلايكان، وده بقدر استخدمه، بقدر اعمل ديفرنشيت البكتيريا سيل، بقسم البكتيريا سيل لنوعين، جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا according to ايه؟ according to السيل وول. طيب بعد السيل وول بيواجهنا ايه؟ بيواجهنا السيل ميمبرين. السيل ممبرين عندنا انا بسميه يونت اوف كيمستري، نفس الاستراكشر موجود في الايوكاريوتس. الفانكشن بتاعته السلكتيف بيرميابيليتي. طب بيتكون من ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليبيد باي لاير، عباره عن هيدز وتيلز. الهيدز عندي بتبقى ايه؟ بتبقى هيدروفيليك بولر، محبه للمياه. طب التيلز بتبقى نون بولر، بتبقى هيدروفوبيك. دي التيلز. طب الهيدز بتبقى ايه؟ بتبقى هيدروفيليك. نفس الاستراكشر موجود في الايوكاريوتس، وكمان نفس الفانكشن بيعمل ايه؟ سيلكتيف بيرميابيليتي. يبقى تالت حاجه عندنا هو السيل ميمبرين. قلنا الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليبيد باي لاير، عباره عن هيدز بتبقى عندنا هيدروفيليك بولر، والتيلز عندنا بتبقى نون بولر، بتبقى هيدروفوبيك. طيب بيبقى عندنا بعض البروتينز بنسميهم peripheral proteins and integral proteins، وده ان شاء الله هنقول في الاستراكشر بتاعه في المحاضره بتاعت السيل ميمبرين. يبقى تالت حاجه عندنا بتواجهنا هو السيل ميمبرين. السيل ميمبرين هو عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليبيد باي لاير. طب ايه الفانكشن بتاعته؟ السلكتيف بيرميابيليتي. طيب بعد السيل ميمبرين بيواجهنا ايه؟ بيواجهنا عندنا نخش بقى جوه المحتويات اللي جوه. ده عندنا اسمه ايه؟ قبل ما نخش على ده عاوزين نعرف ده الجيناتيك ماتيريال بتاعت البكتيريا، بنسميه ايه؟ ده بكتيريا كروموسوم. ده البكتيريا كروموسوم عباره عن ايه؟ عباره عن دبل ستراندد دي ان اي سيركلر دائري. ده الجينوم بتاع البكتيريا سيل. طيب عايزين بقى نقول بعض المميزات الدي ان اي ده. اول حاجه عندنا ان الدي ان اي بتاع البكتيريا اللي هو البكتيريا كروموسوم في بعض الخصائص مهمه جدا مختلفه عن الايوكاريوتس. اول حاجه عندنا ان هو ما عندوش انترونس، مفيش انترونس، مفيش نون كودنج ريجن. طب تاني حاجه عندنا ان عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن الاثنين بيحدثوا ورا بعض، والاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم، مش زي عندنا الايوكاريوتس. الايوكاريوتس كانت معقده، مور كومبلكس. كان عندنا ترانسكريبشن بيحصل في النيوكليس، بعد كده الام ار ان اي بيطلع في السيتوبلازم يحصل له ترانسليشن، وقبل ما يحصل ترانسليشن عندنا بوست ترانسكريبشن موديفيكيشنز. ده في الايوكاريوتس، بينما هنا مفيش الكلام ده. هنا على طول عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن بيبقوا كابلد، بيحصلوا مع بعض في السيتوبلازم. ده ايه؟ ده البكتيريا كروموسوم، عباره عن ايه؟ عباره عن سيركلر دبل ستراندد دي ان اي. طيب ده بقى اسمه ايه؟ ده عباره عن اكسترا كروموسوم. هو عباره عن اكسترا كروموسوم ملهوش علاقه بالبكتيريا الكروموسوم. طب ده ايه الفانكشن بتاعته؟ الفانكشن ده بنسميه البلازميد. اكسترا كروموسوم بنسميه البلازميد. طب ايه الفانكشن بتاعت البلازميد؟ البلازميد عندنا بقسمه لنوعين، عندنا ار بلازميد واف بلازميد. ار بلازميد اللي هي الريزيستنت بلازميد، عباره عن ايه؟ دي عباره عن بلازميد بيبقى فيها بعض الجينز بتخلي البكتيريا ريزيستنت للانتي بايوتكس. ده ايه؟ ده الار بلازميد. طب الاف بلازميد، الاف بلازميد مهم جدا لعمليه حاجه اسمها بكتيريال كونجوجيشن. دول فيرتيليتي، بنسميه فيرتيليتي بلازميد، مهم جدا في حاجه اسمها بكتيريال كونجوجيشن اللي بيحصل بين تو بكتيريا سيل. انا دلوقتي لو عندي بكتيريا سيل مع بكتيريا سيل ثانيه بيحصل بين زي بكتيريا كونجوجيشن،
ده اللي بيعمل الدور ده هو ايه؟ هو الاف بلازميد. تمام؟ يبقى الاستراكشر ده عباره عن ايه؟ الاستراكشر ده بنسميه البلازميد. هو عباره عن ايه؟ عباره عن اكسترا كروموسوم ملهوش علاقه بالبكتيريا الكروموسوم، وبيحصل له ريبليكيشن اندبندنت، ملهوش علاقه بالبكتيريا الكروموسوم. يبقى ده ريبليكيت سيبريت فروم ايه؟ سيبريت فروم بكتيريا الكروموسوم، بيحصل له ريبليكيت اندبندنتلي. تمام؟ ده كان بالنسبه ايه؟ بالنسبه للبلازميد. طيب واللي جوه بقى المحتويات دي كلها موجوده جوه ايه؟ موجوده جوه السيتوبلازم. ده كده عندنا الاستراكشر جاي اللي هو ايه؟ السيتوبلازم. طيب وده لسه قايلينه اللي هو البكتيريا كروموسوم. بقى عندنا اخر ثلاث حاجات. ده عندنا طبعا ايه؟ عرفنا الاستراكشر بتاعه اللي هو الرايبوزوم. يبقى ده عندنا كده الرايبوزوم. بيتكون من ايه؟ من لارج رايبوزوم سب يونت اللي هي بتبقى 50 اس، والسمول رايبوزوم سب يونت بتبقى 30 اس. طب ايه الفانكشن بتاعت الرايبوزوم؟ بروتين سينثيسيس، هو اللي بيصنع البروتين. بروتين سينثيسيس. ده كان بالنسبه ايه؟ للرايبوزوم. بقى عندنا اخر حاجتين ودول مهمين جدا ولازم نفرق ما بينهم. ايه هما؟ عندنا شرط كتير كده. الشرط الكتير دي بنسميها فامبري. طب وعندنا زي تيوب كده طالعه، هولو تيوب، بنسميها ايه؟ بايلس. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ اول حاجه عندنا نقول الفانكشن. الفيمبري الفانكشن بتاعتها بتساعد في السيل اتاتشمنت، بتساعد البكتيريا سيل انها تعمل اتاتشمنت. ده ايه؟ ده الفانكشن بتاعت الفيمبري، بتعمل ايه؟ السيل اتاتشمنت. طب البايلس ده هو بايلس ده عشان مفرد، بينما يا جماعه بيلي ده الفانكشن بتاعته في حاجه اسمها بكتيريال كونجوجيشن. ده اللي احنا قلناه هنا. انا دلوقتي لو عندي تو بكتيريا سيل، في بكتيريا سيل عندها الاف بلازميد اللي احنا قلناه هنا اللي هو فيرتيليتي بلازميد. فالفيرتيليتي بلازميد ده هيعمل ايه؟ كونجوجيشن مع بكتيريا سيل تاني. يعني ايه بكتيريا كونجوجيشن؟ يعني هيحصل ترانسفير للدي ان اي فروم وان بكتيريا تو انذر. طب لما بيجي يحصل الترانسفير بيحصل بتوين ذيم تيوب كده. التيوب دي عن طريق بتنقل الدي ان اي، بنسميها ايه؟ التيوب دي بنسميها البايلس. يبقى البايلس الفانكشن بتاعته ليه دور مهم فين؟ في البكتيريال كونجوجيشن. بينما الفيمبري بتساعد في السيل اتاتشمنت. طب في اختلافات تاني، الفيمبري بتبقى ايه؟ بتبقى شورتر، بتبقى اقصر. طب البايلس بيبقى تولر، بيبقى اطول. ده اهو ده الفيمبري، بينما ده البايلس. طيب ايه الفرق التاني؟ الفيمبري بتبقى النمبر بتاعها بيبقى عددها كبير، بينما البايلس بيبقى عددها قليله جدا. تمام؟ ده كده بالنسبه للفروقات بتوين ذيم. يبقى تاني يبقى الفيمبري والبايلس. ايه الفرق بين الاثنين؟ قلنا الفيمبري هي عباره عن ايه؟ الفانكشن بتاعتها. الفرق بين الفانكشن بتاعت الفيمبري بتساعد في السيل اتاتشمنت. طب البايلس ده مهمته في البكتيريال كونجوجيشن. انا لو عندي تو بكتيريا سيل والبكتيريا دي عندها اف بلازميد فعايزه تعمل كونجوجيشن مع بكتيريا تاني، التيوب اللي بتتكون بتوين ذيم الهولو تيوب دي بنسميها ايه؟ بنسميها البايلس اللي هي بتخش في عمليه البكتيريا كونجوجيشن. ده كان بالنسبه للجينرال ستراكشر بتاع البكتيريا سيل. تمام؟ طيب انا دلوقتي احنا عرفنا الجينرال ستراكشر. كل ستراكشر هنقوله في محاضره كامله، دي مجرد بس محاضره انترو عن الاستراكشر بتاع البكتيريا سيل. طيب دلوقتي عندنا انا عايز اقسم الاستراكشر ده لبيرمننت ستراكشر نون بيرمننت ستراكشر. ايه الفرق بين الاثنين؟ بيرمننت ستراكشر معناها ان الاستراكشر ده essential for bacteria cell، ده حاجه اساسيه للبكتيريا سيل. طب نون بيرمننت معناه ان الاستراكشر ده مش مهم، مش قصه مش مهم، ان ده بنسميه accessory structure. يعني ايه؟ يعني ايه accessory structure؟ يعني الاستراكشر ده لو البكتيريا مش عندها الاستراكشر ده هتقدر تعيش، ولكن لو الاستراكشر ده موجود هيدي للبكتيريا دي ميزه اضافيه. تمام؟ دي معنى كلمه نون بيرمننت ستراكشر. يبقى الفرق بين بيرمننت اند نون بيرمننت، قلنا البيرمننت دي حاجات اسينشال اساسيه لحياه البكتيريا. طب النون بيرمننت دي بنسميها اكسسوري ستراكشر. طب اول حاجه عندنا البيرمننت. زي ايه البيرمننت؟ زي عندنا السيل وول، ده بيرمننت ستراكشر. السيل ميمبرين. انا دلوقتي بقسم البكتيريا، بقسم الاستراكشر لبيرمننت ونون بيرمننت. اول حاجه عندنا البيرمننت ده essential for bacteria. اول حاجه عندنا قلنا السيل وول، السيل ميمبرين، السيتوبلازم، البكتيريا كروموسوم،
واخر حاجه عندنا الرايبوزوم. دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن بيرمننت ستراكشرز، يعني الستراكشرز دي اساسيه لحياه البكتيريا. طب ايه بقى النون بيرمننت ستراكشر اللي هو الاكسسوري ستراكشرز؟ عندنا الفلاجيلا اللي هي الفانكشن بتاعتها ايه؟ موتيليتي، يعني ممكن بكتيريا عندي تبقى موتايل بكتيريا عشان عندها فلاجيلا، وممكن تبقى ايموتايل بكتيريا عشان ما عندهاش فلاجيلا. عندنا البيلي اللي هي البايلس المفروض بتاعتها بايلس. بالمناسبه فلاجيلا دي جمع، فلاجيلم ده لو فلاجيلا واحده بس. طيب عندنا الفلاجيلا والبيلي، عندنا البلازميدز. البلازميدز في بكتيريا عندها بلازميدز وفي بكتيريا ما عندهاش بلازميدز. طب ايه الفانكشن؟ قلنا البلازميدز عندنا بقسمهم لار واف. ار ده ريزيستنت بلازميد. يعني ايه ريزيستنت بلازميد؟ يعني البلازميد ده عنده بعض الجينز ان تخلي البكتيريا او يخلي البكتيريا دي تبقى ريزيستنت للانتي بايوتكس، بنسميها ريزيستنت بلازميد. طب الاف فيرتيليتي معناها ان البلازميد ده هيعمل حاجه اسمها ايه؟ بكتيريال كونجوجيشن. طيب كده قلنا الفلاجيلا والبيلي والبلازميدز. وحاجه اسمها الكبسول. ايه هي الكبسول؟ الكبسول دي بعد السيل وول بيبقى فيه اكسترا لير حوالين البكتيريا سيل، دي بنسميها الكبسول. طب ايه الفانكشن بتاعتها؟ الفانكشن بتاعتها بروتكشن للبكتيريا سيل. طيب بعد كده بنسميها كبسول او جلايكوكاليكس. طيب بعد الكبسول عندنا حاجه اسمها الاندوسبورز. ايه هي الاندوسبورز؟ الاندوسبورز موجود في بعض البكتيريا. طب ايه الفانكشن بتاعته؟ الفانكشن بتاعته انه يعمل بروتكشن للبكتيريا سيل. لما البكتيريا سيل بتتعرض لستريس بتكون حاجه اسمها الاندوسبورز، ودي بتبقى موجوده في بعض الانواع زي الباسيلس، مش في كل انواع البكتيريا. ده ايه؟ ده بالنسبه للنون بيرمننت ستراكشر. يبقى ايه الفرق بين البيرمننت والنون بيرمننت؟ قلنا البيرمننت دي حاجات اساسيه essential for bacteria growth، دي حاجات اساسيه للبكتيريا زي ايه؟ سيل وول، سيل ميمبرين، سيتوبلازم، بكتيريا كروموسوم والرايبوزوم. طب النون بيرمننت دي حاجات بنسميها اكسسوري ستراكشر، حاجات ممكن تبقى موجوده في البكتيريا بتديها ميزه اضافيه، ممكن عادي ما تبقاش موجوده في البكتيريا سيل. ده كده بالنسبه للمحاضره عندنا بكتيريا سيل ستراكشر. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنتكلم على سيل وول اوف بكتيريا سيل، وهنشرح الفرق بين جرام بوزيتيف بكتيريا اند جرام نيجاتيف بكتيريا.